الحمد لله وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، لطف الله بكم في الدارين وسلمكم وجعلكم في أمن وأمان. ما معنى ما ورد من قول الله أكبر إن كان في الصلاة أو خارج الصلاة، ومعنى سبحان ربي العظيم، ومعنى سبحان ربي الأعلى إن كان في السجود أو في الركوع أو بغير صلاة؟ فما معنى هذه الكلمات المباركة؟ الجواب عن ذلك: يجب الاعتقاد بأن الله ليس كمية لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، وأن الله ليس حجما بالمرة وليس مساحة أو مسافة، ومنزه عن الكمية والاتساع والامتداد. يعني لو قال قائل هو بقدر العرش أو ممتد أكثر من العرش أو أوسع من العرش، يكون كذب الله، لأن الله قال: فلا تضربوا لله الأمثال. فربنا ليس له كمية بالمرة، ليس كمثله شيء. هذا الذي جاء به القرآن، وكان عليه الأنبياء والملائكة والأولياء والصحابة وآل الرسول صلى الله عليه وسلم وكل المسلمين سلفا وخلفا، على تنزيه الله تعالى عن الكمية والحجم، وعن المساحة والمسافة والقعود والجلوس والتحيز في الجهات والأماكن، أو أن يكون في مكان واحد أو في كل الأماكن. الله منزه عن كل ذلك. بعد هذه المقدمة السريعة والمختصرة، فيتبين لنا أن معنى كلمة الله أكبر، انتبهوا معي، ليس معناها أكبر من حيث الحجم أو المساحة أو الجثة، لا. يعني من اعتقد أن الله بحجم الجبل، ضخامة وكثافة وامتداد وطول وارتفاع وعرض بحجم الجبل أو أكبر من الجبل، هذا كافر، ليس من المسلمين. لماذا؟ لأن الجبل مخلوق والحجم مخلوق، فمن جعل الله مخلوقا لا يكون من المسلمين. إذا ما معنى الله أكبر؟ انتبهوا معي، الله أكبر من كل شيء قدرا وعظمة. يعني كأنك تقول الله أعظم من كل عظيم، كأنك تقول الله أقدر من كل قادر، كأنك تقول الله أعلم من كل عليم، كأنك تقول الله حاكم حكيم فعال لما يريد، خالق للكون والعالم، يفعل فيه ما يشاء. هذا معناه تعظيم لرب العالمين. الله أكبر معناه أكبر من كل شيء قدرا وعظمة، وليس حجما. ليست العبرة بالجثة والحجم، فأكبر المخلوقات حجما هو العرش، والنبي أفضل، والرسول صلى الله عليه وسلم أفضل. إذن علموا الصغار والكبار أن معنى كلمة الله أكبر: أكبر من كل شيء قدرا وعظمة وشأنا، وليس جسما وحجما وضخامة، تنزه الله عن ذلك. ما معنى سبحان ربي العظيم؟ أعظم من كل شيء قدرا، أعظم من كل عظيم، أقدر من كل قادر. يعني كأنك تقول الله تعالى هو الذي يفعل في الكون والعالم ما يريد، وهو الذي يستحق غاية التعظيم والتقديس والتمجيد، وهو الذي يستحق العبادة. سبحان ربي العظيم معناه أعظم من كل عظيم قدرا وشأنا وعظمة، وليس معناه امتدادا واتساعا ومساحة ومسافة، ليس معناه من حيث الجسم والحجم والكمية، تنزه الله. فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأجسام والأحجام، فلا يكون كذلك. سبحان ربي الأعلى، علو القدر، علو الشأن، ليس علو المسافة وليس علو المكان، لأن العبرة بعلو الشأن والقدر، وليست العبرة بعلو المسافة والجهات والأماكن.
اسمعوا وانتبهوا معي. أعلى العالمين مسافة من حيث المسافة، أعلى العالمين مسافة هو العرش، هو العرش المجيد. لكن الملك الذي تحت العرش في السماء السابعة أفضل من العرش. رأيتم؟ مع أن حجم العرش أفضل من حجم هذا الملك. مثال آخر، الأنبياء أين يعيشون في هذه الأرض؟ أين خلقوا؟ ولدوا في الأرض. آدم خلق في الجنة، يعني تحت العرش أيضا. ثم الأنبياء من حيث الغالب أين ماتوا ودفنوا؟ في الأرض. لماذا قلنا من حيث الغالب؟ لأن عيسى بعد لم يمت وهو في السماء، وسينزل إلى الأرض ويعيش مدة ثم يموت ويدفن في الأرض. وحتى إدريس الذي رفع إلى السماء الرابعة لم يبقى فيها، بل نزل إلى الأرض ومات في الأرض ودفن في الأرض. وحتى آدم الذي خلق في الجنة لم يبقى في الجنة، نزل إلى الأرض وعاش في الأرض ومات ودفن في الأرض. يعني لاحظوا، الأنبياء دفنوا في هذه الأرض وكانوا في هذه الأرض وعليها وعاشوا هنا. والعرش أين؟ فوق الجنة، منتهى العالم من جهة فوق. ومن أفضل؟ الأنبياء. إذن ليست العبرة بالمسافة، ليست العبرة بعلو الجهة والحيز، العبرة بعلو القدر والشأن. وهذا معنى الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى، يعني علو القدر والعظمة والشأن، وليس المسافة والمكان، لأن الله منزه عن أن يكون في جهة أو في مسافة أو في مكان، منزه عن أن يكون قريبا بالحس أو المسافة أو المكان. إنما إذا قلنا النبي قريب من الله، الولي قريب من الله، التقي قريب من الله، هذا القرب المعنوي. يعني الله راض عنهم، يحبهم، يكرمهم، ينصرهم، يحفظهم، يؤيدهم، ينتقم من أعدائهم. هذا معنى قريب من الله، القرب المعنوي. أما الذي يعتقد أن الله قريب بالمسافة، بالجهة، بالمكان، بالحيز، بالقعود، بالجلوس، بالجهات، هذا ليس من المسلمين. والآية، لاحظوا الآية في نفس الآية تنزيه، سبح معناه نزه ربك عن كل ما لا يليق به، عن كل نقص. سبح اسم ربك الأعلى. كذلك في هذه اللفظة من الآية الأعلى تنزيه وتعظيم لله، أي الذي تنزه عن أن يكون كالمخلوقين، فهو منزه عن المسافات والجهات. وإنما الأعلى علو القدر والشأن والعظمة. والحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بنعمة التوحيد والعقيدة، وأن جعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لك الحمد يا ربنا على ذلك، ونسألك أن تختم لنا بالتقوى والإيمان بالولاية والصلاح، والحمد لله رب العالمين.